وصل إلى مصر في زيارة رسمية السيد حميد فرنجية وزير خارجية لبنان، وقد قصد سيادته فور وصوله إلى دار رئاسة مجلس الوزراء الاجتماع بسيادة الرئيس جمال عبد الناصر. واستقبل السيد الرئيس الضيف العظيم بحضور السادة الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية، عبد الحميد غالب سفير مصر في لبنان، والسيد خليل تقي الدين سفير لبنان في مصر. وبدأت بهذا الاجتماع أولى المباحثات بين مصر ولبنان التي تهدف إلى تقوية الروابط بين القطرين الشقيقين وإلى ما فيه خير العرب والعروبة جمعاء. وقد أوضح الرئيس جمال عبد الناصر للوزير اللبناني في هذا الاجتماع وجهة النظر المصرية في مختلف النواحي العربية وسياسة مصر نحو المحافظة على الجامعة العربية وتقوية مركزها في المجال الدولي حتى تكون كلمتها ورأيها مسموعة. وفي المساء أقام السيد الرئيس جمال عبد الناصر مأدبة عشاء بقصر القبة لتكريم السيد حميد فرنجية وزير خارجية لبنان. دعي إليها السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير مصر في لبنان وكبار موظفي وزارة الخارجية. وقد كان الضيف الكريم موضع حفاوة الجميع، وتناول المجتمعون الحديث في مختلف المسائل العربية. وقام سيادة سفير لبنان في مصر مأدبة عشاء تكريما للسيد حميد فرنجية، وكان ضيف الشرف السيد الرئيس جمال عبد الناصر. وقد دعي إلى هذه المأدبة السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وأمين الجامعة العربية وسفير مصر في لبنان. وقدم السيد حميد فرنجية للسيد الرئيس جمال عبد الناصر صورة لسيادته محفورة على خشب الأرض.